صباح الخير على كل حبايبي القمرات، عاملين ايه؟ يلا نصلي على النبي كده ونشوف الجلاش القمر ده عملناه ازاي. كله طراوة وكريسبي من بره وطري قوي من جوه وطعمه تحفة جدا ومورق زي ما احنا شايفينه كده. شايفين الجمال؟ يلا نبدأ كده بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف عملناه ازاي مع بعض. حطوا اللايك واعملوا المتابعة. طاسة على النار ما فيهاش اي مادة دهنية. نزلت بنص كيلو لحمة، عليه نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من بهارات اللحمة او السبع بهارات والملح. بعد ما خدت لون واتصدمت نزلت عليها البصل وسبتها تتسوى. حطيت 4 معالق زبدة و4 معالق سمنة، فكيتهم في الميكروويف وطلعتهم. دهنت الصينية كده بالسمنة. نقيت الورق الملعبك الاول حطيته تحت، وبعد كده الورق المتساوي. احط ورقة وادهن دهنة سمنة عشان يبقى مورق. ما تفوتيش ورقة من غير دهنة سمنة بالشكل ده. وطبعا الورق ما بيبقاش قد الصينية، بيفيد منه اجزاء بره. بحط الورقة كده في الصينية والجزء اللي بره بطبقه على يمة الصينية كده من يماتي، والمرة الجاية بقلب الصينية بدورها كده واحط القلبة بتاعة الحتة الزيادة في اليمة التانية معايا عشان ما تبقاش حتة واطية وحتة عالية. طبعا اللحمة اتعصجت معايا، نزلتها في النص عشان ما تتحرقش لو حطيتي في الجناب. رشة جبنة لو حابة تحطيها تمام، مش حابة خلاص مفيش مشكلة. دلوقتي برضو بكرر نفس العملية، الورقة ودهنة السمنة أو الزبدة، وبتني الورقة كده من يمة، واليمة التانية بقابلها بالورقة التانية اللي بتتني. ليه؟ عشان ما تبقاش حتة من الصينية واطية وحتة عالية، يبقى كلهم في سوا واحد كده. وادهن الجناب كله زي ما احنا شايفين لحد ما اخلص الكمية كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو عايزة تستخدمي اي نوع مادة دهنية براحتك، حتى لو زيت وسمنة مفيش مشكلة. بقطعها من غير ما احط لها التشريبة. شايفين؟ هدخلها الفرن كده 10 دقايق وهطلعها. ركزوا معايا، هدخلها الفرن من غير التشريبة. دخلتها الفرن. دلوقتي معايا كوباية من اللبن وبيضة، ومعايا نص معلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف. نزلت البيضة طبعا عشان الزفرة تتشال منها، حطيت عليها رشة فلفل ورشة ملح وقلبت، وهضيف اللبن عليها زي ما قلت لكم. نص معلقة البيكنج باودر دي عشان تخليه مورق وجميل، ما تنساهاش، بتديله طعم حلو جدا. طبعا اللبن بقى بنزله بقلب كده كل المكونات مع بعض لحد ما تبقى سايله كده. اطلعه من الفرن، هو اصفر بس كده ما خدش لون ولا حاجه. نزلت كده التشريبه اللي انا عاملاها، وضفت شويه من الجبنه لو انت حابه. برضو لو مش عايزه تحطي الجبنه مفيش مشكله خالص. زمان كنا بنعمله من غير جبنه ولا اي حاجه. احمر كده معايا وطلع بالشكل الجميل التحفه ده. شايفين الجمال؟ جربوه، ما تنسوش المتابعه والاشتراك والصلاه على رسول الله.